أهدافي ل 2023 من بكرة. أولا راح أدخل نادي رياضي عشان أبني جسمي وأكون دائما بصحة وعافية. ثانيا أدخل معهد عشان أتعلم اللغة الإنجليزي وأطور نفسي أكثر باللغات. لك يا تميم. ثالثا أجتهد بدراستي عشان أكون عندي درجات عالية. رابعا راح أكون دائما نظيف بملابسي وأنيق بالبيت ولا بالكلية ولا خارج في الشارع. ما عليك. خامسا واهم شيء انه ايش؟ ابطل القات، لاني لو بطلت القات ايش؟ كل شيء بيسهل معك. بكره ابكر الصباح وكن مجتهد. لو قات هذا ما في قات، لا قات من اليوم ولا شيء. وهذه توقيعه. طلعت المقوي هذا لقيت أمانة الله، يعني ايش اقول لك، مجوهرات فرنسا. هذه اهدافك يا تميم ل 2023؟ يا رجال ايش من اهداف يا رجال؟ انا قصدي 2024 قسما بالله يا رجال. خلصنا والمستقبل للجن ايش بعد هذا الدفتر يا رجال؟ ايش من اهداف؟ خلاص ايوه. سلام. هذا كان نهاية المقطع، وأنا ما أنا من اللي إيش يشجعوا على التخزين ولا أي شيء، بس أنا أقول لكم على حالنا اللي نعيشه حاليا في اليمن. في كل سنة نسوي كده، حتى أنا كنت أسوي والله كنت أسوي، كنت أقول هذه السنة بسوي وأبكر اليوم الثاني وأنا مخزن. بس أنا قصدي أجيب لكم رسالة إنكم إيش؟ لا تمتنعوا من القات مرة، لأنه ما حد يقدر يمتنع من القات مرة. إذا قلت له كده امتنعوا شوي 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 لما تمتنعوا منه. نصيحة مني لكم، لأن أنا كنت مخزن ومقود كل شيء وبطل قوات، والحمد لله ما أخزن يعني أبدا. يعني لو أخزن بالمناسبات، بس لسه أخزن. أهم شيء ما علينا من هذا. قل لي رأيك بالفيديو بالله بالتعليق، وإذا في أغلاط ولا معك رأي ولا أي حاجة اطرحه بالتعليق، بقرأه. وإذا عندك فكرة جديدة أسويها كلمني بالتعليق حتى. وبالله عليكم عندي الفيديو الفانوس نزلته الحلقة الأولى، روح شاهده. النامس اليمين، وده الفيديو النامس اليمين، اليمين النامس اللي نفس الرجل العنكبوت بالخارج. عندنا باليمن اليمين النامس، اليمين البعوض. بالله عليكم روح شاهدوه، والحلقة الثانية راح تنزل قريبا. إذا عجبكم الفيديو حق النامس اليمين النامس راح أنزل الحلقة الثانية قريبا. وبالله تابعوني بكل السوشيال ميديا، اكتب اسمي تميم السيف بتلاقيني. والسلام.